احلى واطعم واجمل بطاطس محمره مقليه في الزيت ممكن تدوقوها البطاطس اللي على طريقتي. لو اول مره تشوفوني انا الدكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. الحقيقه النهارده ما عندناش وصفه معينه للبطاطس المحمره، لكن في تركه بسيطه جدا اكتشفتها بالخبره، ان انا البطاطس المحمره لما بننقعها في ميه وملح وخل بتنزل كميه نشا كتيره جدا في الميه، وده بيخليها احيانا ممكن البطاطس ما تبقاش مخرفشه وناشفه زي ما حضراتكم شايفين البطاطس بتاعتي دلوقتي. فبدات ان انا اجرب ان انا اعمل البطاطس المحمره، اقشرها واقطعها رفيع واقليها في ساعتها بدون ما اي اضافات وبدون ما احطها في ميه وبدون اعمل لها اي حاجه. لقيتها ان هي بتطلع ناشفه ومخرفشه ايا كانت نوع البطاطس، وما بقيتش اشتري بطاطس اللي مخصوصه للقليه ولا مخصوصه للطبيخ ولا اي حاجه. اي بطاطس بتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دهوت. اتمنى ان انتوا تجربوا البطاطس المحمره بطريقتي، انكم تقشروها وتقطعوها رفيع وتقلوها في ساعتها بدون ما تضيفوا لها اي حاجه، وبعدين لما تطلع من القليه حطوا لها البهارات والملح والفلفل اللي تحبوه. يا رب تكون عجبتكم وصفتي النهارده، واتمنى ان انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا مبهره، وهتتفاجئوا جدا ببطاطس محمره كان نفسكم تاكلوا زيها من زمان، مخرفشه جدا وناشفه وما بتشربش اي زيت، وطعمها جميل جدا جدا. ومش ملتزمين تجيبوا بطاطس للقليه او لغير القليه علشان تطلع البطاطس بتاعتكم بالشكل الجميل ده. وبالهنا.